عزل مرتضى منصور. بص بقى، تختلف مع مرتضى منصور في سياسته لاداره نادي الزمالك، ما تختلفش معاه، تتفق معاه، بس الموضوع بقى مستفز. وخلي بالك، انا واحد مش شايفها مؤامره، بس انتوا بتاخدونا في السكه دي، والله بتاخدونا فيها. ما غريبه، اشمعنى النادي الوحيد اللي على مر العصور رئيس النادي بتاعه هو اللي بيتعزل وبيمشي، وانتخابات مبكره والكلام الفاضي ده؟ اشمعنى؟ يعني انا افتكر اما النادي الاهلي كانوا عايزين يعزلوا الرئيس بتاعه، الوزاره اللي مشت، واما تجي يتعزل المره الجايه هو اللي اتعين تاني يوم وصايع النادي الاهلي لغايه اما يرجع. لا يا جماعه، الموضوع بقى مستفز. قبل كده عملته برضو يعني حاجه غريبه، مش عارف ايه اللي حصل قبل نهائي القرن بين الاهلي والزمالك، تلاقي مدير فني يعني داخل على ماتش وحاله فرقته الافضل وهيلعب نهائي، ولو بياخد جنيه في الزمالك بعد الماتش ده هياخد 10، يقول لك همشي قبل الماتش بطريقه غريبه. ما هو مش عقليه كارترون غير ما يكون في حاجه غريبه. وبعديها تمشي مرتضى منصور وتجيب حسين لبيب، وبعديها تحبس مرتضى منصور، وبعدين تمشي مرتضى منصور. هو ايه الحدوته دي؟ ايه الحدوته اللي انتوا بتدخلوا فيها نادي الزمالك؟ هو اصلا مش قايم النادي، اديك شايف حالته. وما صدقنا من 4 شهور ونص كسبنا ماتشين بس ورا بعض. احنا كسبنا 6 ماتشات في البطولات كلها من اول السنه، وجبنا مدرب كويس ان شاء الله ونتفائل خير فيه. تيجي بعديها بيومين 3 تمشي رئيس النادي. ما هو معلش، هو كويس او وحش لنفسه، بس انا كلعيب مش عارف مين رئيس النادي بتاعي، مين اللي هيقبضني اخر الشهر، هاخد فلوسي من فين، وانا عندي مشاكل اصلا في ارصده وعندي مشاكل في البنوك والكلام ده. هنزل العب ازاي وقبل ماتش مهم؟ يعني رحت سجنتوه وهو داخلين على دوري ابطال افريقيا ما شمناهاش، وخرجنا تاني للمره الثالثه على التوالي من دور المجموعات، والنهارده بتعزلوه قبل ماتش سوبر، ماتش ببطوله هيفوق الفريق شويه، وبدانا نشم نفسنا. ايه الموضوع كده؟ انتوا بتاخدوه من مرتضى منصور لنادي الزمالك. ممدوح عباس كان موجود، كان في مشاكل برضه، مش فاهم. مرتضى بيجي فيه مشاكل، هو اشمعنى النادي الوحيد اللي من 18 فريق فيه مشاكل؟ سلام.